اهلا، ازيكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا الاعزاء في اقطار العالم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا كويسين. الدنيا عندي الدنيا عندي مالها حلوة، الحمد لله. السودان واهل السودان حبايبنا في كل مكان. الحاضر يبلغ الغائب يا جماعة، منشنوا بعض وشيروا يا جماعه. انتوا مالكوا ليه متابعين سياسه كتع كسه الكسح ليه يعني؟ ليه ما تشيروا يا جماعه؟ انتوا مش ملاحظين انا بيتكتموا عليا؟ يعني مش يعني فاهم يعني؟ ليه انطباع الانبطاح؟ ليه ما تاخدوا الفيديوهات دي وشيروها؟ يعني ما تقصهاش وتحطوها عشان خاطر مثلا دي جروبات، لكن انا بتكلم على البيرسونز، الناس الانديفيدوالز يعني. فاهم؟ تاخدوا الفيديوهات تشيروها. من حسام اتكلم على ان اكل الناس اللي بتلعب جيم، لا اكلهم زي اكلي عادي، بس وخلاص. لا شير على صفحتك، انت بتشير على، يعني شير على صفحتك. مثلا انت صفحتك فيها 5 فريند عشان انت شخص مكروه، في 5 هيشوفوه. انت فاهم قصدي؟ ففيسبوك يفهم ان الصفحه دي اللي هو معتم عليها شغاله. ده عمل لي هولد 3 ايام، انا قفلت الصفحات دي كلها، خلصت الامراض دي فانتهت. تاخر الانجاب معايا فوق ال 200 حاله ستات اللي هم بيسموهم ايه، بي سي اوز. ولعلمك كل الستات اتكسفوا يطلعوا يقولوا ان احنا حملنا مع ضياء العوضي. ما تفهمش ليه، اكن ضياء العوضي ده ريتشارد قلب الاسد، لو جابوا سيرته هيحصل لهم مشكله. انت فاهم الموضوع؟ انا طالع، بص يا حبيبي، بص يا بابا، انا طالع النهارده عشان حاجتين. في واحده يعني صديقه عزيزه يعني، وولادها اصدقائي يعني، كلمتني قالت لي في اشاعه ان لقوك شانق نفسك في الشقه في دبي، يعني لقوني منتحر. حلو حلو. في واحد مات بسببي، طب كويس. انا لو ما موتش اقل من 1000 في الشهر ما بقاش عملت اللي عليا. فانا قلت اطمنكم بقى ان انا ما انتحرتش، واخد بالك؟ ولو الكلام ده ممكن ياثر عليكم يعني، لا انا كويس والانتحار مش في دماغي. فلو لقوني زي جيفري ابستين يبقى انا مقتول مش منتحر. حاشا لله ان انا انتحر واخلص حياتي بايدي، لا مش هتحصل دي، مش هتحصل دي. الانتحار مش في دماغي. الانتحار مش في دماغي يا اساتذتنا. فلو لقوني مقتول يبقى انا مقتول مش منتحر، عشان يبقى انتوا فاهمين. خلاص؟ فبالتالي سحر فؤاد بطمنها عليا، وساره بنتها بطمنها عليا، فانا كويس الحمد لله، بخير حال، بخير حال، الحمد لله رب العالمين. والنهارده عنوان اللايف جيم اوفر. مصطفى بيقول لي حضرتك بتتكلم بصفتك ايه؟ بصفه ابوك، اعتبرني زي ابوك يا مصطفى، او زي امك، يعني اعتبرني زي ابوك او زي امك. بنصحك يا حبيبي، ولو شفت خلقتك تاني يعني هنصحك برضه، عشان انت تستاهل ان انا انصحك. انا مش هرجع مصر قريب، انا خلاص بعمل مشروعي هنا خلاص، كياني جديد خالص بقى، ماشي. وهتبقى شركة طبية، ماشي، عشان تبقوا فاهمين برضو. ان شاء الله هكون باسم دكتور ضياء العوضي. never say die. خلاص، ضياء العوضي never dies. مش بقى فاهم واد؟ يا عمر يا مرسي، عمر يا مرسي، عمر يا مرسي، عمر يا مرسي، اه والله. فطبعا في بوست في جامعة الإمارات كلية الطب، لا 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 لا،
انا بشتغل لحالي، لحالي يحلالي، طول عمري كده. ما بشتغلش تحت رئاسة حد، طول عمري ما بشتغلش تحت رئاسة حد. واللي انا عايزه عملته، اللي انا عايزه عملته بفضل الله تعالى، وهذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أنا الحمد لله بشكر ربنا، ربنا اللي ألف القلوب حواليا، ربنا اللي جمع لي الناس، ربنا اللي يسر في لساني وأحل منه عقده، فعرفت أوصل اللي عندي ليهم. فاللي ما كانش فاهم فهم، ماشي؟ اللي ما كانش فاهم ايه فهم، واللي ما كانش عارف عرف. فخبطت ازيك يا شباب يا باجوري، فانا خلاص رميت الطوبه في الميه الراكده والعقول فائت. فليه جيم اوفر؟ ليه بقى؟ لان انا بقيت واقع، انا بقيت واقع. وواقع ازاي؟ تأثيرك موجود، تأثيرك موجود. بقى في جيش من المتشافين المتعافين المروجين، جيل من المتعافين المتشافين المتعافين المروجين. عملنا خلاص اللي بقاله 100 سنة بيحفروه اتهد. بقى في دايرة من نظرية وتطبيق ونتائج على أرض الواقع، والنتائج دي لوحدها بقت متحدثة. النتائج على أرض الواقع، أنا ليا أخويا الصغير اسمه كريم على فكرة. النتائج على أرض الواقع هي اللي بتتكلم وبتروج دلوقتي، وكل واحد فيهم بقى اسمه ضياء العوضي، بقى اسمه ضياء العوضي. زمان من 4-5 سنين كنت في لايف وكان الناس قليلة بتتفرج عليا. الناس زعلانة، يا دكتور بيهاجموك، يا دكتور بيقولوا عليك، يا دكتور بيشنعوا. لا، قلت لهم خلوا بالكم، كلها كام سنة وهيبقى كل بيت في واحد اسمه ضياء العوضي بيتكلم وواقف يقول لا الأكل ده غلط. فدي أول حاجة. عملنا الدايرة المغلقة، دايرة مقفولة على تطبيق نظرية وتطبيق نظرية، تراك، طريق محفور في الصخر، ناس مشيت فيه وبقت قدامك ماشي في نفس السكة. هتبقى ايه؟ ماشي في نفس السكة، يعني قدامك ناس سبقوك والحمد لله وصلوا للشفاء التام، اتحرروا من عبوديته. فبالتالي خلاص بقت في دايرة وفي طريق، بقت ايه؟ في دايرة وفي طريق. فخلاص بقى في مروجين، في رواد دلوقتي للطيبات، رواد للنظرية، رواد يقدروا يهدوا غيرهم. بقى كل واحد لو قال 5، لو كل واحد قال 5 أنا موافق. في ناس عملت 10 و20 و30. ادي أول حاجة. تاني حاجة، بقيت واقع تاني. ليه؟ الرأي الفقهي في زكاة الفطر أنا أول واحد علقت عليه، ومن 4 أيام نزلت بوست على البوست بتاع زكاة الفطر اللي هم بينزلوه، مش عارف بنك الإطعام ولا بنك الإخرام ده. بنك الإطعام بيقول لك السنة اللي فاتت كان بيقول لك إيه؟ عدس وفول ولوبيا وفاصوليا ورز. السنة دي قال لك لا، حبوب بس، حبوب بس، حبوب بس. اما طلع واحد بدقن اتكلم وقال ولحم طير مما يشتهون، ردت عليه الناس، مش انا اللي رديت. وردوا بايه؟ بفهم. قالوا له الايه في الجنه ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون. حلو الكلام، حلو الكلام. يعني معنى كده ان الناس حتى في دينها تفقهوا وبصت الناس للحبوب، فهموا يعني ايه حبوب ويعني ايه بقول. البقول لا مؤاخذه
فلقتين، البقول فلقتين، لكن الحبوب فلقة واحدة. البقول فلقتين، عدس، فول، لوبيا، كل دول اسمهم ايه؟ بقول، فومها وعدسها وبصل، فاهم؟ الفول والعدس والفاصوليا دول اسمهم بقول من ذوات الفلقتين، لا مؤاخذة. لكن الحبوب سنابل. الحبوب سنابل. يعني ايه سنابل؟ تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ده مين اللي قال الكلمة دي؟ يوسف الصديق قالها لملك مصر. عايز حضرتك تخزن 7 سنين، هتخزن حاجات في سنابل. يجي ربنا في آية تانية يقول لك ايه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ايه؟ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. حبة أنبتت سنابل. يبقى الحبوب سنابل. الحبوب سنابل. لكن البقول حاجة تانية. فما يجيش واحد خروف معدي يقول لك اختلاف فقهاء. لا، أي واحد فيكم عنده، انتوا مسلمين؟ معانا مسلمين كتيرة ولا إيه؟ عشان احنا أتباعنا كتير في كل الديانات. معاكم مسلمين؟ المسلمين في كتاب اسمه فقه السنة بتاع السيد سابق، مجمع الآراء كده. استحالة تلاقي رأي يقول لك خرج فول. كنت بسأل أبويا زمان ازاي سيد سابق ما خرجش، ما بيقولش فول ولوبيا والكلام ده. فقال لي ما اعرفش، مش عارف. هو يمكن اصل دي اراء فقهيه مختلفه، نفس الكلام المنتشر. غلط. حبوب يعني ايه؟ قمح، شعير. القمح او الحنطه سيان او اختلاف بسيط ما بينهم. قمح، حنطه، شعير، رز. لكن مش فول. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد ما قعد شهور بقى يحاصر خيبر. دي مش قلعة صغيرة، خيبر دي مدينة كبيرة ولها أسوار، سور ورا سور ورا سور، وجوه الأسوار دي بقى مزارع وصوامع. أما دخل بفضل الله وانتصر عليهم بعد ما اقتلع علي بن ابي طالب، وهو قال لعلي قبل ما تضرب عليهم او قبل ما تبارز، ادعوهم لله. قصة خيبر قصة كبيرة بالمناسبة. قال له قبل ما تدخل عليهم ادعوهم للا اله الا الله، وان انتوا اهل كتاب وتعالوا الى كلمة سواء، ما تبدأش بالحرب. وعلي رضي الله عنه وارضاه خلع باب خيبر. اما دخلوا النبي ما قربش من صوامع البقول كلها، لا عدس ولا فول ولا لوبيا ولا الكلام ده كله. لا، ما بياكلهمش وما كلهمش ولم يأمر ان يؤكلوا. حلو. كمال بيقول لك البقول قرون مش سنابل. برافو عليك. البقول كلها قرون. قرن. يعني ايه قرن؟ لا مؤاخذه، يعني زي الواد ماركو كده. ماركو انت قرني يا. انا على فكره مش هعمل لك بلوك، عارف هعمل لك ايه؟ هعمل لك سسبند عشان اقعد تتفرج عليا كده طول القعده واقول لك يا جحش يا ماركو وانت بتتفرج عليا. ماركو موريس حمار. ماركو موريس ده حمار، واكل بصل حمار، واكل بقول حمار، طبق فول بالزيت الحار حمار، وعليه بصلايه حمار، وخياره مخلله حمار، وقرن فلفل مخلل حمار. اعذروني يا جماعه، انا عارف ان الانسان عدو ما يجهله، والواد ده متجهله. وانا كانت جدتي زمان تقول ما يعرفك الا ما يجهلك. انا طبعا مش فاهم الجمله معناها ايه، بس واضح ان معناها كويس. يعني عايزه تقول لي اللي ما يعرفكش يبقى هو جاهل، فاهم؟ فتلاقي انت القرآن مفسر لك كل حاجة. حتى لما جه على الطير قال لك ايه؟ ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. فوقهم ايه؟
صافات ويقبضن. يعني ايه صافات ويقبضن؟ هقول لك يعني ايه صافات ويقبضن. يعني طايرين فوق دماغك، فاهم قصدي؟ طايرين فوق دماغك، فبالتالي حضرتك هتبص لهم كده. عمرك بصيت لفوق لقيت بطريق؟ ماشي؟ لقيت بطريق؟ لا. عمرك رفعت راسك لقيت فرخه طايره غير عند امك يا هاني يا جلال؟ لا. غريبه قوي. فاهم قصدي؟ يعني هاني جلال، هاني يا جلال، عمرك بصيت لقيت فرخه طايره عند امك؟ لا. ومع ذلك بتاكلها على انها ايه؟ طير. معناها ايه؟ طير. انت بتحسبها طير عشان بجناح. يالا ما البطريق بجناح والخفاش بجناح، يخرب بيت امك. تاكلها ازاي؟ انت اي حاجه بجناحات تاكلها؟ فاهم قصدي؟ لا، مش اي حاجه بجناح تاكلها. مش اي حاجه بجناح تاكلها. ما تعتبرش اي حاجه بجناح طير. الطير لازم تطير يا بابا، لازم تطير. في انا طير في السماء، دي اكيد فرخه ما بتغناش. التاني كوكي كاك كوكي كاك كوكي كاك. وبعدين الطير النهارده بقت تجاره. تجاره يعني ايه؟ يعني تجاره. انا بطلع لك في الاسبوع 200,000 فرخه. طيب انا دلوقتي قلت بقيت واقع. واقع عندي جيش وتطبيق ونظريه ونتائج على ارض الواقع وبتتحرك. ذئبه حمراء، عدم انجاب. ذئبه حمراء وعدم انجاب وروماتويد، امراض اوتو اميون، يعني امراض مناعيه، سرطانات. فاهم قصدي ولا لا؟ كل ده يا حبيبي اتعالج. انت فاهم؟ رقم اتنين، تأثيرك على المجتمع. المجتمع الطبي طبعا ايه؟ خلاص اتفشخ نصين. المجتمع الطبي اتفشخ نصين عشان تبقى انت فاهم. انا هقفل وافتح تاني. هقفل هنا وافتح تاني. خلاص. المجتمع الطبي اتفشخ نصين. ليه المجتمع الطبي اتفشخ نصين؟ ما حدش يبعت لي اد بقى جوين، عشان خاطر هو الاد جوين ده بيبقى فيه مشكله. خلاص. المجتمع الطبي جه نصين. ليه بقى جه نصين؟ هقول لك جه نصين ليه. عشان هم ما عرفوش يردوا عليا بالبق. قال لك لا، الراجل ده ما يتكلمش. طب نعمل ايه عشان ما يتكلمش؟ وقفوه من الجامعه. طب ماشي، بيتكلم برضه. اقفلوا له العياده، لسه بيتكلم برضه. افصلوه من النقابه. انت فاهم؟ كل ده غير قانوني بالمناسبه. كل الكلام اللي حصل ده غير قانوني. غير قانوني. غير قانوني. انا بقول اهو اللي حصل من نقابه الاطباء ومن الوزاره ومن وزاره الاعلام غير قانوني، لان هو قام على حكم لجنه فرعيه وحكم ابتدائي. يعني وانا اصلا ما حضرتش حكم اللجنه ده. انا ما حضرتش اللجنه دي اصلا. طيب دي رقم 3 بقى، اللي هي الاستاذه بتقول عليها كريم علي واشباهه بقى. كل عيل متني قال كلامي، اللي هو كريم كراته بقى، كل الطقم ده، والواد عبد الواحد فجله، كل الطقم ده قالوا كلامي. معنى ان كلامي اتردد على حكم غيابي بالظبط. معنى ان كلامي اتردد على لسان الناس دي، فاهم؟ حكم يعني كلامي اتردد على لسان الناس دي معناه ايه بقى؟ معناه ان انا الكسبان. انتوا غلطتوا جلدكم زي ما انا قلت زمان. انتوا اللي دورتوا عليا ومشيتوا ورا كلامي. فاهم قصدي؟ يعني انتوا اللي دورتوا عليا ومشيتوا ورا كلامي. انتوا اللي دورتوا عليا. لا، محدش ياكل ايش قمح من دلوقتي. القمح اللي في الوطن العربي كله قمح متهجن. قمح ايه؟ متهجن. ماشي؟ كريم علي حافظ الكلام بس ما فهموش. فاهم؟ عشان كده بيتكلم وهو بيتهته. يعني ترديد كلامي على لسان الناس. على فكره انا لقيت توست في الامارات تحفه. لقيت توست في الامارات تحفه، هنزل صورته عشان ما حدش يسال على ريتش بيك في الامارات ولا ياكل لوزين. لوزين وحشه قوي.
قطع اللايف، قطع بقى. في واد طلب جوين وانا جيت اعمل. عبد الله الهاشمي، ازيك؟ استاذ عبد الله الهاشمي من حبايبي ومتابعيني واخواتي بقاله سنتين ثلاثه، ومن اكتر الناس اللي بيتصل يدعمني يعني، ويبعت لي على الواتساب اول باول فويسز يعني تقطع القلب. ماشي. مؤمن شركس، نفسي في الكسكسي مره واحده في السنه. هو انت لا بتاخد فتوى؟ ما تاكل الكسكسي ان شاء الله، تاكله كل شهر. انا مالي، انا مالي، ما تاكل كسكسي. وعبد الله المالكي في السعوديه هنا في الدمام، وعبد الله الهاشمي من مكه، احلى اتنين. انا احب العبادله، العبادله. فانت تلاقي دي العوضي امر واقع. ليه؟ لانه هو في مصر، كان في مصر والمجتمع الطبي في العالم جبته نصين. ادي واحد. اتنين، عندي جيش من المتعافين المتشافين الرواد المروجين. تلاتة، تأثيرك حتى على المجتمع الديني وآراء الفقهاء والنصايح الدينية. الشيوخ بتقول مش فاهمين حاجة. شيخ بدأني مش فاهم حاجة. فاهم حاجة ولا ايه؟ فاهم. تلاتة، الدكاترة غصب عنهم لفوا ومشوا ورا كلامي. يبقى الدكاترة غصب عنهم، ازيك يا صلاح؟ الدكاترة غصب عنهم مشيوا وقالوا كلامي. أربعة بقى في المطبعة الصراحة، يعني أربعة في المطبعة دي معروفة. عم حسين في المطبعة، أربعة عم حسين في المطبعة. خلاص. أنا بطلت فراخ بس يا دكتور، ما عادش فيه دور برد. حضرتك أنا سيد بيقول لك ممكن أنظر حضرتك. لا يا سيد، أنت سيد يا سيد. سيد يا سيد، ما تظنيش يا سيد. بصوا يا جماعه، في اسامي ليها واقع عليا كده، مع ان الاسامي تبقى شكلها حلو. يعني في واحده من حوالي شهر دخلت تشتمني شتيمه قويه جدا، فبقول لها مالك يا وليه؟ يعني مالك كان اسمها رضا. فقلت له مالك يا ابني انت، في ايه؟ قالت الله يخرب بيتك، جوزي عايز يطلقني بسببك. قلت لها ما هو غلطان انه يتجوز واحده اسمها رضا، مع ان اسم رضا في حد ذاته ليه معنى حلو. بس لما انت تتجوز واحده اسمها رضا وانت يبقى اسمك هيثم مثلا، يعني تقول لها ايه بقى؟ ازاي يا رضا؟ وهو تقول لك يا هيثم، تقول لك يا ثومه وانت تقول لها يا رضا. طب رضا ده لحق ايه؟ طب انا ما اعرفش غير رضا بتاع اولاد رزق. فقلت لها لازم يجي تطلقك طبعا. قامت ماسحه الكومنت. بص افهم بقى، ما هو انا دلوقتي الناس بتزعل ساعات من ردودي. لا طبعا انا بحب اسم المياده طبعا. لا مش هعمل مناظرات خلاص. انا كنت عرضت المناظرات زمان، دلوقتي انا عايز هيئات تقعد تتكلم معايا في مشروعي الجديد. لكن مناظره ده كان زمان يا حبيبي، خلاص خلصت. ما بعملش يا حسين، ما بعملش مناظرات خلاص، بطلت يا ابني خلاص. اصل انا عندي نتائج، انا عندي نتائج. فخلاص يابا، انا بقيت بقولك امر واقع. اعمل مناظره ازاي؟ بص الواد حسين ازاي ده بقى، ده اسمه حسين حسن. تعرف ان هو حرامي؟ ده حرامي اسمه حسين حسن، ده اكونت حرامي. والبت اللي بتقول لك الرسول اكل الدجاج ده، هل حد سمع الرسول بيقول ناولوني ورك الفرخه ده؟ نقطه. مفيش، ما حصلش. ده جايبين كلمه على لسان ابو موسى الاشعري بعد وفاه الرسول بسنين، قاعد في قعده لقى فرخه، ده حسب كلام البخاري، فقاعد بياكل ايه، لقى فرخه. فالراجل ما مدش ايديه. الراجل ايه؟ ما مدش ايديه. فقالوا لا اني رايت رسول الله ياكلها. ها ادي يابا الكلمه اللي هم ماسكين فيها. لا عمر سمعت النبي قال اين البيض بالبسطرمه ولا الكلام ده كله. رقم 2، والاهم بقى، السجاير. ازاي بتتكلم في الدين وبتشرب سجاير؟ هي السجاير ذكرت في حديث او في قرآن انها ضارة؟ الدخان ضار؟ لا، لم توجد. الحرام انتهى بنزول القرآن. ده بالعكس، ده القرآن نزل حل الحاجات كانت محرمة على سابقة.
يعني ربنا كان محرم على الذين هادوا، حرم على الذين هادوا ايه؟ حرم على الذين هادوا ايه؟ لحم. على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ابو ضفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرم الشحوم على الذين هادوا. ليه؟ جزاء بما بغوا. اما جه الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم حلل لنا الشحوم بقى، يبقى حلل لك شحوم البقر والغنم وذوي الاظلاف ناكلها، ناكل الابل وناكل حدش يقول حرام بالدليل. اللي بيتكلم في القياس اللي طلع فتوى السجاير طلعها بناء على رأي طبي. على رأي ايه؟ طبي. بمعنى ايه رأي طبي؟ يعني جاء الاف دي ايه قال لك السجاير تؤدي للموت المبكر. لو هو شيخ حقيقي مفيش حاجه اسمها موت مبكر. لا يوجد الموت المبكر، مفيش حاجه اسمها موت مبكر. هو الموت ده اجل مسمى. اجل ايه؟ مسمى. مفيش حاجه اسمها ايه؟ موت مبكر. يقول لك ايه؟ ما لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. مؤجل لايه بقى؟ لوقت معلوم. خلصت القصه. يبقى معنى كده ان الحرام انتهى بنزول القرآن. فاللي يجي يحرم ما بعد القرآن يبقى ده بيفتي. انا موافق ان هو يبقى اسمه مفتي وبيفتي. طيب ارجع الاضرار للسجاير. محرم على اليهود اكل الشحوم بالظبط. عشان كده هم في حتت معينه بس بياكلوها، اللي هي الشحوم اللي على الظهر وفي الحوايا، دهون معينه بس اللي بتتاكل. خلاص؟ فهم اللي نشروا بس اكل الكوارع، الحاجات الزباله بقى، الجيلاتين والحته الملزقه دي هم اللي بياكلوا. خلاص؟ السجاير مش ضاره، فطالما مش ضاره انتهى عنها امر الضرر والضرار، نقطه. فمش عايز هاري. عايز تهري اهري بقى. انت عايز تهري اهري. ما يخصنيش كلامك، وكلامك لا مؤاخذه يعني تلفه وتحطه في ودنك. خلاص؟ لطفي اسمك لطفي؟ طب بذمتك في بني ادم اسمه لطفي؟ يعني و947 لطفي 947 ولا انت جحش يا لطفي. احب اقول لك انت جحش. لا ضرر ولا ضرار، فهقفلك بقى لان انت لا ضرر ولا ضرار من عندك. فعشان خاطر اقعد على امه كامله اقول لهم السجاير تسبب العقم، السجاير مضره بالجنين، السجاير مضره بالبشره، السجاير مضره بجمال بشرتك، انت حره بقى، كل واحد يصدق اللي يصدق. انا عن نفسي الكلام ده بالنسبه لي بلح يعني بلح. فما حدش يهري في الحته دي. يبقى جيم اوفر يعني جيم اوفر. خلاص؟ جيم اوفر يعني جيم اوفر خلاص. دي امر واقع. الطيبات على ارض صلبه عندها جيل وجيش من المتعافين المتشافين المروجين الرواد. وجودي اثر على الراي الفقهي والنشر الدعوي اثر. خطوات النقابه والوزاره ووزاره الاعلام ان سيكونس يعني في ظرف ساعتين كله بلغ بعضه. لا دي حمله ممنهجه وانتوا كلكم عارفين الكلام ده. فرقت لكم بين الحبوب والبقول سهله خالص، مش محتاجه ذكاء، يعني مش محتاجه ذكاء. الدكاتره كلهم، كل الدكاتره بدأوا يرددوا كلامي. طبعا بدأوا يرددوا كلامي. طب في دراسات بتقول ان السجاير والنيكوتين مفيدين، قالوا ايام الكورونا كل اللي بيشربوا سجاير ما جالهمش كورونا. 60% من السرطانات مش مع المدخنين. اقول لك الادهى والامر ودي كلها ايه؟ سيرفيلانس وسيرفيز بتحصل. ان السرطانات بتاعت الرئه موجوده في اوروبا وامريكا اكتر من الشرق الاوسط، مع ان الشرق الاوسط فيه ايه بقى؟ فيه دخان وسجاير وفي باد هيجين، يعني شعوب متخلفه على حد كلامهم. ومع ذلك لا يوجد نسبه وتناسب ما بين سرطانات الرئه
في الشرق الاوسط قدام الغرب، اوروبا وامريكا. ايه راي حضرتك بقى في الكلام ده؟ عظيم الكلام. يبقى معنى كده الحمله الممنهجه دي على ضياء العوضي عشان هو بقى مؤثر، ومش مؤثر عادي، لا ده مؤثر مؤثر. وجودي لن يتأثر بكل الكلام ده. وقف، اشطب، اعمل كل الكلام ده هبطله اصلا. عيادتي بالمناسبة. موضوع بقى الدكتور ضياء العوضي هرب، انتوا على ايديكوا. انا سافرت الجمعة واتصورت في دبي، السبت الضرب حصل. بصراحة حسيت ان الرب بيقول لك ايه يا ضياء، انت مكانك مش هناك، اقعد. فالحمد لله ربنا انعم عليا بالدكتور زياد اخويا الكبير، وهو الراجل المستشار الوحيد دلوقتي. قال لي ايه؟ قال لي لو سمحت والسلسله مضايقاك ما تتفرجش. هل يوجد ما يمنع ان انا البس سلسله او البس انسيال فضه؟ مفيش. اذا كان ربنا في الجنه هيلبسني اساور من فضه، ولا ما قريتهاش دي خالص؟ ويلبسون اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ولا لحم طير بس اللي تعرفها؟ غريبه قوي. باشا حضرتك ما بتفهمش حاجه، وزي ما قلت الناس بتقول لي، او خلي بالكم انا بتعتم عليا صفحتي بقالها سنه ونص ويتنج ليست في ايه؟ في الفيريفيكيشن. ليه بقى؟ عشان خاطر ضياء العوضي مش مرغوب فيه اصلا، معلوماته جوه الفيسبوك مش مطلوبه. بص ركز معايا في اخر كلمه هقولها، لان انا هقفل، لان انا يعني بص ناقص يعني 5 دقايق على الفجر. لا يا حبيبي، قرار الشطب هلغيه، قرار الوقف هلغيه، والعيادة هتتفتح. كل ده غير قانوني، ممنوع. انتوا بتروح تشمع بناء على ايه؟ على قرار لجنة فرعية ابتدائي ازاي؟ وازاي في نفس الوقت بتوع الاعلام يمنعك من الاعلام بناء على ايه؟ قرار لجنة فرعية ابتدائي. ده انت قانوني مش عارف، يعني قانوني مش عارف، دين مش عارف، انت مش عارف حاجه خالص، طب مش عارف، ومحدش عارف يرد عليا علم. انا طالع النهارده اقول كلمتين وبس، جيم اوفر، وليا وتوكلنا على الله. تخلوا بالكم من نفسكم. ازيك يا هناء، عامله ايه؟ سبحان الله، وكل شيء خلقناه بقدر. ربنا قدر ليا اسافر الجمعه، كانت طيارتي الرجوع يوم الاثنين، السبت الضرب حصل. فالدكتور زياد كتر خيره قال لي لا انت هتقعد بقى. وبعد كده الحمد لله رب العالمين ما ضربتش حد على ايديه. كل اللي مشي ورايا صح، لازم حكم قضائي. برافو يا محمد اديب. فكل الكلام ده مش ليجل، وانا ما اعرفش ازاي وزراء يتحركوا على كلام مش ليجل. هم ضروا نفسهم بقى كلهم وخلاص. انا كده غصب عني هبدا اضرب، ماشي؟ غصب عني ايه يعني؟ هضطر اضرب، وانا ضربتي بقى هم اللي مش وش التاني. خلي بالك، على حد عارف الحق وما بيقولش غير الحق وما بيخافش غير من ربنا، انت اللي هتزعل. انت ضربت ومش عارف وش التاني عامل ايه، وانا مخبي عندي ايه. فانت استحملني بقى. كل بقى اللي ضرب، اللي اذاني في سمعتي وجاب سيرتي بالكلام بالوحش، خد صوري، علق عليا، كل دول كلبوش. فمحدش يزعل مني بقى. ابراهيم الابيض ما بيخافش غير من اتنين، الغشيم واللي مش خايف على عمره. دخلت انك ميت وانهم لميتون. ولو نهايتي توتالي على الموضوع ده لن اتركه. سيبك يا نصار ما تردش على الاشكال دي. الاشكال دي لجان مش مدفوعه، لان هم شحاتين بس لجان. هم بص، الشيطان على الارض له اعوان من الانس والجان،
وربنا حاطط لهم مصير في النهايه، ونهايتهم قربت. وخلي بالك احنا بين يدي الساعه. صح يا سلمى عبد الهادي، وما رميت اذ رميت لكن الله رمى. خلي بالك، خلي بالك، اسم التوست هحط الصورة، وانا مش عارف اسمه، هو محلي، توست محلي هنا، توست محلي. خلاص، احنا بين يدي الساعه، وبين يدي الساعه يعني في ظهور المسيح الدجال. وقبل ظهور المسيح الدجال النبي قال هيكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الامين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وانا مش خايف عليكم، ولو الموضوع نهايته هتبقى نهايتي، بس خلاص انتهت. دي حرب وعي، حرب وعي، حرب مصير. الجيل اللي جاي منكم هيكون اصحاء. يعني ايه اصحاء؟ يعني ناس قايمين على رجولهم من غير دواء، مش عباد لاف دي اي ولا دبليو اتش او. مش عباد، انتوا مش لا عبيد ولا عباد لدول، انتوا عباد للاله بس. لا اله الا الله فقط. وان كانت لا اله الا الله في كفه والسماوات والارض في كفه لرجحت كلمه لا اله الا الله. ولو كانت السماوات والارض حلقه لكسرتها لا اله الا الله. لا اله الا الله، الكلمه دي لها معنى. وقولة الحق في وقت الازمه هي دي كلمه الحق. هي دي ايه؟ كلمه الحق. محدش يفتكر ان انا اقول لك ايه بقلبي. لا، مش وقته بقلبك. انت هتموت بكره، انت هتموت بكره، انت هتموت بكره. ساعة السحر بتاعة الجمعة، اللي مش هينتظر القيامة يبقى ما هوش مؤمن. فتحوا دماغكم. ولا أظن الساعة قائمة، ولا أظن الساعة قائمة. ركزوا معايا. لا إله إلا الله. أعوان الشيطان كلهم اتحركوا. وخلي بالك، كل سهم متوجه عليا اعرف انه شيطان. كل سهم، أنا مش فارق معايا حاجة خالص خالص. أنا عمري ما خفت، عمري ما خفت بفضل الله تعالى. لأن في وسط ما أنا واقف قدام أي حد كان أعلى مني أو أكبر مني كان جنبي ربنا. والله العظيم عمري ما خفت بفضل الله تعالى. من وأنا عيل صغير عندي 13 14 سنة عمري ما شفت حد محتاج المساعدة وما وقفتش معاه، حتى لو الموضوع ما يخصنيش. خلي بالكم انتوا من نفسكم. أنا موجود لحد ما يقضي الله أمرا كان مفعولا. أنا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى مت اعرفوا ان انا اتقتلت، مش انتحرت. مش حاجه اسمها ان انا الضياء العوضي ينتحر. انتهت. حطها في بالك. الحق حاجه واحده، لا اله الا الله، مش قول، فعل. ولا اله الا الله يعني ايه؟ قول الحق في وقت الفتنه. وانتوا في وقت فتنه. انتوا في وقت ايه؟ فتنه. انا عملت اللي عليا اعتقد، وسلمت الامانه كما امرني الله، وكما وهبني الله، وكما علمني الله. لا اله الا الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.